حلوين يا حلوين. عايزه اقول لكم انا نزلت وجيت. زاويه التصوير مختلفه صح؟ مستنيه احمد يجي يعلق لي المروحه هوريها لكم ويعمل لي السلك ده عشان انا عايزه واصله من الشاشه للسلك اللي جنبه، وانا لما انا عاملاه شداه لحد السلك اللي جنبي انا. مش عارفه تفهموا ولا لا، بس هقول لكم. عندي فيشه مستنيه يجي يعملها لي، ما عرفتش اعملها. اول مره امسك فيشه وما اعرفش اعملها. بصوا انا اوضه النوم عندي صعبه جدا 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 ومش قادره يعني. ربنا يجيرنا من نار جهنم يا رب. الجو حر 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 مش طبيعي، والتكييف دلوقتي يعني الحمد لله يعني مش هينفع خالص، والجو عندي صعب. يعني هي مروحه اصلا بتجيب هوا سخن، بس قلت اهي يعني تجيب اي نسمه هوا حتى لو سخنه. هعمل ايه؟ الحمد لله. المهم رحت في حد بجيب من عنده. استنى اقفل البلكونه. في محل بجيب من عنده اللي هو على شارع مصطفى كامل، عند قبل شركه كروش كده، عند بتاع البذور، عند بتوع الذهب. يعني ده بصوا من وانا قد كده وماما بتجيب من عنده، فاحنا كبرنا ان احنا كمان بنجيب من عنده. كنت جايبه من عنده برده الفرن الاولاني والتاني، كنت جايبه من عنده كل حاجه صراحه. فبجد حد كويس جدا جدا واسعاره حلوه. شفتها في فتح الله لقيت اسعار غاليه قوي قوي صراحه ومش وقته يعني. فقلت لا يعني الواحد بيجيب الحاجات اللي تمشي الدنيا، فاهمين؟ المهم لقيت النوع ده. انا لقيت اللي هي فريش زي اللي في اوضه مازن وزي اللي بره، بس فريش عشان 3 مراوح 3 ريش. صوتها بشع، هي اسمها الشبح اصلا، فصوتها بشع. فدي انا عايزه اركبها في اوضه النوم. فقلت لملك كذا مره اجيب لك مروحه، قالت لي لا يا بنتي اجيب لك مروحه في اوضتك، تقولي لا عشان انت بتلبسي نازله رايحه. قالت لي لا. فصراحه قلت لها برده لو عايزه يعني لو عايزه اجيب لك اجيب لك. ففي اللي هي الطويله دي الستاند دي حطاها في الريسبشن دلوقتي، حطاها جنب الشاشه. فدي للريسبشن كله، وانا قاعده عند الشاشه الولاد قاعدين بتاع كده بيشغلوها. اوضه النوم عندي الجو صعب جدا جدا، والهواء عندي بيجي كده عكس السرير اصلا، فالشباك ما بيخشليش منه هواء. فالله المستعان. انا يعني رحت اهو قلت ايه اجيب واحده، فلقيت الفريش عامله 1450. يعني قلت لا يعني خير الامور الوسط. لقيت دي تعتبر من يعني اقل واحده في قصدي من الحاجات القليله، انضف واحده فيهم. اهي هي بتتعلق منين؟ كده اهي. مستنيه بقى احمد، رنيت عليه اهي. قلت له احمد والنبي تعالى ركبها لي علقها لي، قال لي حاضر. بصوا هي علي قال لي جيبي حاولي تجيبي اللي هي اكبر عدد ريش. قلت له حاضر، عشان لما الريشه بتكون كل ما بقت اكتر كل ما بقى صوتها واطي، فاهمين؟ فدي 5 اهي. والله لونها جري سبحان الله. والله العظيم لونها ابيض في جري لون الاوضه، قسما بالله ما شفتها ولا عارفه ايه لونها ايه اصلا. لونها ابيض في جري لون الاوضه. يلا الحمد لله، ربنا لما بيوفق في حاجه بيكملها. دي عامله 850. المهم كان لازم اجيبها صراحه. التكييف اللي بالفريون لقيته بحوالي 14 15 الف حاجه كده، صغير خالص يعني يا دوب اوضه. فلازم عشان اجيب واحد هنا للريسبشن. عايزه اوريكم منظر لوزه وهي قاعده لي على الركنه من فوق وعامله لي كده. لقيته ان هو هيعدي برده نفس سعر العادي اللي هو بيتعلق ده، فلقيت ان هو برده نفس السعر. يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يوسع رزقنا ويكرمنا ويدينا يا رب خيره ونجيب كل اللي نفسنا فيه ان شاء الله. الحمد لله اتجمز بالجميز. الحمد لله. بصوا انا كنت محتاجه المساحه دي. انا عندي المساحه الموب اللي هي بتاعه الميه بتاعه المساحه، تمام. وعندي اللي هي الشرشوبه اللي كانت جايباها لي منى، اللي هو الجردل اللي كانت جايباه لي منى حبيبتي، الله يسعد قلبها يا رب ويخليهم لي. وكان عندي انا واحده اللي هي بتتشد وتتقفل وتتعصر، ما قدرتش عليها صراحه، حسيت ان هي جامده على ايدي قوي. يعني عندي كذا واحده وعندي النوع ده، فانا مش ده اللي انا عايزاه. وعندي التانيه اللي هي شبه الفوطه دي اللي ليها كده، دي اللي هي بمسح بيها المطبخ. دي تنفع برضو للحيطان والارض وكل حاجه لو مبلوله وانتي بتنشفي، يعني لو خلاص سيقتي وانتي عايزه تطوقي تمسحي. في بقى واحده اللي انا كنت فعلا محتاجاها اللي هي ايه، انا عايزاها للوايبس، تمام. انتوا ركزوا معايا بس.
عايزاها للوايبس. في وايبس دلوقتي بتاع ارضيات فبيتباع كبير كده، هو عامل 110 تقريبا وانا مش لاقيه عندي، بس انا هروح اجيبه يعني من منشيه من حد يكون عنده. المهم ان انا جبت دي انهي بقى، هي دي بتوسع وكل حاجه بتطول. استنوا اهي، بصوا بتطول خالص اهي، طويله. استنى، الحلو فيها بقى ايه؟ الحلو فيها هي معاها غيار. انا عايزه اقول لكم انا واقفه على البنك كده. استنى افكها لكم. لقيتها على نون ب 180 وب 190 وب 201، فقلت طب ايه ايه. المهم بصيت عليها البخوص دلوقتي لقيتها ب 150 جنيه. بصوا بقى هي الحلو فيها ايه، هفهمكم. دي انا جايباها عشان الوايبس، احط فيها مناديل وايبس. المناديل الوايبس سهله قوي، انتوا عارفين ان انا بحب امسح بيها قوي البيت. فدي بقى فيها ميزه حلوه قوي ان هي كليبس، فاهمين؟ بصوا هي بتتفك كده اهي، بتشيلي الفوطه تمام، وبعدين بتحطي الكليبس تاني. فانا اقدر احط بقى ايه المنديل الوايبس الكبير اهي، يعني بصوا اهي كده بتتشال كده، بتتشال الفوطه خالص تمام. فانا مش عايزه افوت كده وافضل اغسل فيها وافضل اعمل فيها، لا مش عايزه كده. انا عايزه ايه بقى، لان انا عايزه اشيل السجاد كام يوم كده، هوريكم هعمل ايه. فعايزه اشيل السجاد كام يوم، فانا ببقى عايزه كل يوم اعمل ايه بقى، اطوق الارض، المع الارض، ومش عايزه كل يوم ميه، يعني مش عايزه افضل املى في شرشوبه او املى في ميه، فاهمين؟ فانا عايزه حاجه كده اهي. بصوا الجمال، حلوه جدا ومعاها غيار. لو انتي بتلمعي كل يوم عادي عادي، ممكن تبلي برده. حلوه في ايه، ان انتي ممكن تبلي الفوطه دي وتعصريها وتمسحي بيها وتغسليها عادي. وممكن تجيبي وايبس، هي حلوه قوي بتلف في كل الاتجاهات عموما. بصوا اليد بتاعتها حلوه قوي. فدي انا كنت محتاجاها صراحه ان انا امسح بيها الارض. عايزه اجيب لها الوايبس بتاعها، كنت هروح المنشيه صراحه بس ما قدرتش. مين هناك ما قدرتش صراحه ان انا اروح لحد هناك. فجبت بقى الكام حاجه دول من تحت، وجبت ايه تاني هوريكم. لو تفتكروا وانا بعمل الكاونتر اللي هنا، الكوفي كورنر اللي بره في الريسبشن، كنت بطلع الستاند، وبعد ما طلعت الستاند كنتش لاقيه الحديد بتاعه. عايزه اقول لكم الستاند ده الحمد لله والله من حب ربنا فيا ان انا عملته، لانه فعلا دلوقتي ببقى اسعار خزعبليه والله العظيم. المهم ان انا المواسير بتاعته لقيتها، كان علي ربنا يكرمه يا رب ويصلح حاله، كان حللي الازمه صراحه بان هو عمل لي 4 قطاعات كده الوميتال، وظبطهولي ومسكهولي وكل حاجه صراحه، ومسمره جامد. بس انا مش حابه اللون لان هو دي بتاعته. فلما دورت لقيته، وهو قال لي يا بنتي انتي اصلا صعب ان انتي حاجه تضيع منك، هتلاقيه. وفعلا لقيته في الكنبه، بس مش لاقيه بقى المسامير بتاعته كلها. انا لقيت 5، هم 8، لقيت 5 بس. المهم ان انا نزلت عند ابو عمر في سفر، الله يكرمه يا رب، ربنا يصلح حاله. بصوا هو ده المسمار بتاعه الاسود ده. انا بقى لقيت عند ابو عمر اخوه بس الطويل، فجربته دلوقتي لقيته يخش لحد جوه الحمد لله. فدي بتدخل في الحديد والمسمار بيربط هنا في الحديد بتاعه. ماشي، هنعمله مع بعض، هظبطه معاكم اوريه لكم. فعارفين كنت عايزه بقى اجيب ستاند، يعني انا كنت قلت امشي ده واجيب الابيض اللي هو ليه ضلفتين من تحت. اكتشفت انه لا والله اللي عندي احلى، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حتى في اول دور العياشه، وتاني دور الكتلات والقهوه، وتالت دور الاير فراير وحله الضغط اللي كانت جايبهم لي لبنى حبيبتي، وبعد كده الميكرويف، وبعد كده تحت الجريل اللي كانت جايبه لي برده لبنى. بس انا مش مطلعه بتاع لبنى صراحه، انا لسه بستخدم بتاعي انا. يعني عايزه اطلع بقى بتاع لبنى اللي هو بقى ايه، في عزومه في علي هنا كده. المهم فالحمد لله. المهم ان انا الستاند فعلا تحفه، بس انا عايزه اعمل حركه تغيير هنا في الجزء ده كده، وعايزه بقى اظبط الستاند، لان انا متضايقه ان اليدات بتاعته مش موجوده. بس هخش اعمل الغدا. عامله غدا ايه يا موني النهارده؟ انا جبت سمكتين مقليين من عند ابو رحمه، وجبت كمان اسمه ايه ده، انا مبسوطه قوي ان انا جبت مساحه. انتوا عارفين ان انا ممكن احط فيها مناديل وايبس من اللي عندي العاديه. استنوا بصوا هوريكم، استنوا. بصوا يا بنات، ده منديل وايبس من الكبير بس مش بتاعها، يعني مش اللي يركب عليها. بصوا في واحد بقى اكبر، يعني في مناديل وايبس اكبر ليها كلها. هدور عليه، لو لقيته على النون هجيبه، لو ما لقيتوش هبعت اجيبه من بره. بصوا يا بنات، هو بيتفك كده، هوريكم اهي.
الكليبسات دي بتتفك كده ماشي. والوايبس بقى بيتعمل ازاي؟ طبعا مش ده الكبير بقى بيتحط في كله، بيتعمل كده اهو. يعني عادي ممكن الصغير استخدمه برضه، انا ماسكاها براسي اهو اهو. وتبداي تمسحي الارض، عايزه اقول لكم ريحته تحفه. تبداي تحطي التاني برضو عليه من هنا نفس القصه، وتمسحي الارضيات وتمسحي الحاجه. عايزه اقول لكم تحفه والله العظيم. المنديل التاني الوايبس بقى كله كبير، نفس يعني الحجم ده بس الكبير طويل، فاهميني؟ فالموضوع حلو صراحه في ان هو كل يوم تطوقي بقى ارضك كده وتظبطي دنيتك وتظبطي بيتك. مش لازم بقى كل يوم ميه، يعني مش لازم كل يوم ميه ومنظفات وبتاع، لا منديل وامشي على اوضه على اوضتين على حسب بس. فالله المستعان. اللوز عامله لي كده. يلا هنروح نشوف هنعمل ايه. انا هعمل بس هقلي السمك، مالك تعمل رز وسلطه وانا هعمل السمك ونتغدى وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. جبت اسمه ايه ده، دبل فيس اهو. عايزه اقول لكم علقت الهوكات في الحمام، بس مع البخار بتاع ميه مع السخونيه مع الشمس الصبح معرفش، فبيفك حته، فقلت لا هحط تحته برده حته دبل فيس بحيث ان هو يمسكه عشان انا مش عايزاه يفك خالص، فاهميني؟ بس مبسوطه قوي ان انا جبت المساحه دي. على فكره مبسوطه انا جبت مروحه، مستنيه بقى احمد الله يكرمه يجي بس عشان هو قال لي انا عند الدكتور، مستنيه يجي نكون اتغدينا. يلا بينا تعالوا بقى اتغدوا معايا. عايزه اقول لكم عملت بقى السمك كده، وعملنا طبق سلطه، وعملنا طبقين رز انا والبت ملوكه. كان نفسي في السمك المقلي قوي، فعايزه اقول لكم ان انا بحب ارش عليه كمون وليمون. ما لقيتش عندي ليمون، بس والله بصوا طلع برده زي السكر. سبحان الله كان طعمه حلو قوي النهارده، مش عارفه ليه، لدرجه ان انا عايزه بقى اجيب تاني. بس المهم ان احنا اكلنا الحمد لله. ده كان الفيديو ده كان امبارح، يعني انا مصوره معاكم المشتريات ومصوره معاكم الغدا كان امبارح. بس النهارده بقى قمت سميت الله واستعنت بالله واتحركت بقى وقلت يا بت قومي اتحركي. عايزه اقول لكم ان انا قمت كده الاول عملت فطار عشان اخد علاجي واتشجع كده. كان علي عمال يقول لي قومي افطري قومي افطري، ومولي عماله تكلمني حبيبتي اموله يا بنتي يلا افطري. فالحمد لله قمت بقى كده عملت فطار. عملت توست، كنت التوست اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات بتاع فرجله. وعملت جبنه كيري كده في التوستايه التانية، وعملت نسكافيه. والحمد لله والله كلت وشبعت، وقلت بقى قومي يا بت وتحركي وتشجعي وتحمسي واعملي حاجه في البيت. حاسه ان انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش حاجه صراحه. عايزه اقول لكم ان انا قعدت اضحك على نفسي والله العظيم، ضحكت ضحك النهارده اللي هو يعني مين عايز بقى يخلص بقى مراحل المدارس والكليات والله كنت شايفه بوست مره على الفيسبوك وهما بيقولوا انا نفسي اغمض وافتح الاقي بيتنده عليا بيتقال ام العروسه تتفضل معانا على الستيج او ام العريس. والله العظيم الواحد مش عارف، هل يا جماعه لما نوصل للمرحله دي الموضوع هيبقى خلص لحد كده يعني ولا انا النهارده حسيت والله بالبت ملوكه قوي، بحس بيها ساعات لما باجي اشتغل في البيت او اعمل حاجه وفي حاجه هي تكون بتعملها معايا. هوريكم دلوقتي حاجه زي ارجع اقول ده انا عبيطه جدا. طب واما تسيبني وتمشي مين هيعملها معايا؟ والله العظيم واقعد اضحك. المهم ان انا كان في شويه تروب كده في السقف، كان بقالي كتير ما زعفتش الاوضه، ولما حد بيجي ينظف لي الشقه صراحه مش بتعمل الحركه دي. يعني بفضل اقول لها يعني في مثلا النجفه اللي في النص النجف ما بتمسحوش، يعني ما بتحطش مثلا حاجه وتطلع تمسحه، ببقى انا اللي مسحاه مثلا قبلها بيوم او بيومين. ما بتزعفش السقف. وانا بالنسبه لي نمره واحد لما كنت بنظف او نمره واحد في التنظيف لازم بتعملي من فوق لتحت. فحسيت ان انا لازم اعمل كده في الاوضه، لان من فوق لتحت اللي هو قمت كنت جايبه الزعافه دي وما كنتش عملت بيها حاجه. قمت مسكت بقى قلت ازعف الحيطان، لقيت فعلا في تراب، يعني كان في الزوايا كده تراب. زعفته بيبقى فيه ساعات حشرة مثلا، ناموسة مش عارفة كده فبتبقى واقفة. فلا نضفت السقف كله بقى زي الفل. ومشيت كده بيها برضو على الجوانب والحواف بتاعت الأوضة فخليتها زي الفل من فوق، ومسحت كمان اللمبة. المهم وقلت بقى ادخل على السرير. عايزة اقول لكم ان ده احسن نظام للأوضة انا حاسه ان انا عملته. لسه امبارح كنت بقول لعلي جوزي بقول له تصدق ان ده احلى نظام للأوضة.
اولا عند الدولاب بقى واسع جدا، والدنيا بقت واسعه بالنسبه لي، ممكن احط السلم في اي وقت واطلع. كان الاول مش بعرف اعمل الحركه دي خالص، لان السرير اما كان في الوش اما كان في وشه الناحيه التانية. المكان كان ضيق جدا جدا، يعني عشان اطلع احط شنطه فوق السرير او احط حاجه مثلا فوق الدولاب قصدي، ما اعرفش احطها، كان الموضوع بيبقى صعب عليا قوي. كنت لازم اطلع فوق السرير على المرتبه. دلوقتي لا، الاوضه وسعت جدا الحمد لله، يعني بلبس براحتي ومرتاحه، والاوضه واسعه، وعند الدولاب مرتاحه. يعني بصوا واخده السجاده عرض وعرض الناحيه التانية، فلا الدنيا احلى صراحه. بس فحسيت ان انا اول حاجه انا ببدا من جوه لبره، يعني ببدا من اوضتي واوض الولاد وبعد كده الريسبشن. بس انا لا، انا قررت ان انا اعمل ايه، اعمل اوضتي الاول وبعد كده الريسبشن بالبلكونه، بما انهم اصلا 24 ساعه قاعدين في اوضهم ما بيطلعوش كتير. ملك بتطلع وتدخل تطلع وتدخل، وانا اغلب الوقت برضو ساعات مع الحر ده بروح فاتحه الشباك واروح قاعده على السرير. عايزه اقول لكم الحمد لله ركبت المروحه امبارح، احمد جه الله يكرمه يا رب، والله مركبها لي الساعه 1 بالليل. الناس طبعا سهرانه والدنيا سهرانه، وانا يا دوبك هو اصلا عمل ايه بس بالشنيور، قلت له احمد معلش بالله عليك تعالى اعملها لي. كان الوقت متاخر صراحه 12 ونص كده، بس الناس كلها سهرانه يعني الدنيا ايه هيصه. بس كنت لازم بصراحه اعلقها، لان عايزه اقوم الصبح اعمل الاوضه وبتاع، ما اقعدش استنى لحد العصر لما هو يجيلي. وفي نفس الوقت كنت خلاص مش قادره، اللي هو عايزه اشغل المروحه وانا قاعده. الاوضه كانت فظيعه، فالحمد لله والله يعني ادتني تهويه شويه. الحمد لله والله على كل حال، لازم نكون راضيين وحامدين ربنا على كل حال، غيرنا ما عندوش المروحه دي. فالحمد لله والله والله راضيه والحمد لله. زي ما الواحد بيشوف ايام حلوه كتير بتعدي ايام الحمد لله زنقه شويه، بس والله يا ربنا انا واثقه في ربنا ان هو هيبقى يعني اليومين اللي جايين احسن شويه. عايزه اقول لكم دي اللحظه اللي انا اكتشفت فيها ان انا محتاجه الملك قوي. والله وانا بعمل المخده بقيت اقول انتي فين يا ملوكه. بصوا انا المخده عندي طويله شبه الهبله كده، هي طويله وهبله بجد. السرير المفروض ان هو 1.50 متر، المرتبه 1.60 متر، المخده كنت جايباها 1.80 متر. تقولوا لي 1.80 متر ليه؟ اقول لكم معرفش، مخده هبله متخلفه طويله قوي. عايزه اقول لكم ان المخده دي انا كمان اصلا منها جزء كبير جدا، ومعرفش هي بتوسع ولا القماش بيطول ولا ايه، مش عارفه، مش لو باكلها مش هتطول كده. يعني هي كانت 1.80 متر، شلت منها حوالي 10-15 سنتي، لسه طويله برضو. تقومة المخدات كلها بتبقى قصيره، بتطلع حته من هنا وحته من هنا شبه الهبله. فالمهم رحت عامله ايه، بروح ملبساها المخدتين في بعض، بشد النص ده من هنا والنص ده من، يعني بشد الجزء من هنا وجزء من هنا، بحيث ان هي تبقى متغطيه كلها عشان ما تتوسخش، يبقى شكلها مش حلو. بس والله العظيم بصوا ده يعني على قد ما انا كنت تعبانه جدا، على قد ما انا قعدت اقول ايه ده، هما البت مالك تتجوز ولا تمشي كده ولا تروح بيتها؟ مين هيعمل المخده قدامي؟ والله العظيم. بس قعدت اضحك والله على نفسي، قلت طب انا يعني انا نفسي بجد بقى خلاص ربنا يكرمهم بقى، خلاص بقى الثانويه العامه دي تعدي وربنا يكرمها كده تخلص كليتها بقى وتروح بيتها. فلحد ما تخلص بقى وتروح بيتها دي انا هطلع عينها واعوض بقى السنين اللي هي هتسني فيها. بس فربنا يا رب يحميهم ويخليهم ويبارك لنا فيهم ويصلح لنا حالهم، امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ان انا والله يعني الحمد لله زعلانه قوي، على قد ما انا زعلانه على قد ما انا بقول والله الحمد لله. شكلها ما فيهاش اي مصيف ولا تغيير جو السنه دي، الدنيا يعني الحمد لله على كل حال. لحد لما والله لدرجه ان انا اتصل بيا حد من القريه من هناك، المفروض ان هو يعني اللي كان ماسك الجولف كار، فلقيته قلت له طب بص اسالي الاسعار ايه، بعد ما قال لي اليوم ب4300. قلت له لا انا مش عايزه يعني شقه 3 اوض وريسبشن، انا عايزه حاجه اوضتين بس، لان انا رايحه انا ومازن وملك بس. فرجع قال لي ب4، وبعدين رجع قال لي ده في عرض مش عارفه بكام. قلت له، فعلي قال لي بصي معلش مش هينفع السنه دي، فقلت الحمد لله مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، كل تأخيرة وفيها خيرة. يعني هو لسه شهر 7 وشهر 8 يا عالم، بس ملك هتبدأ دروس أول 8 إن شاء الله. احنا عندنا أغلب الدروس برايفت، بس في دروس في سنتر وعلى المنصة بقى اونلاين وكلام من ده، فان شاء الله بإذن الله هتبدأ أول 8. فالموضوع هيبقى ايه، الله المستعان يا رب، وسنة بقى ايه ربنا يعديها على خير يا رب،
ويقويها ويعينها ويقدرني ان انا يعني والله اهيئ لها الجو كده ان الدنيا تمشي. والله عماله اقول لعلي طب يعني انت جايه على السنه اللي المفروض هي الدنيا تبقى مظبوطه معاها، طلعهم 3 4 ايام في اي حته. فالحمد لله والله الحمد لله، هي يعني ايه ساعات يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال. فلسه بقول لها مدلوكه يعني لو ما طلعناش في حته السنه دي هتزعلي، لقيتها بتقول لي ماشي يا ماما خلاص طب اعمل ايه. فالله المستعان يا رب، ربنا يا رب يقوينا ويقدرنا. هو الواحد كان محتاج يغير جو صراحه، الواحد كان محتاج ان هو يطلع في اي حته كده يغير جو يومين، بس الظاهر ان مفيش نصيب بقى. المهم مسكت كده المكنسه وقلت اظبط الدنيا واكنس الاوضه، حاسه ان الحمد لله الحمد لله النظام احسن بكتير والدنيا احسن بكتير. فبصوا انا بعمل ايه يعني انا هي الاوض دي يعني الحاجه نظيفه، يعني الادراج الحمد لله كلها زي الفل، سواء تسريحه لسه حتى الادراج بتاعه التسريحه نفسها لسه مظبطاها. كان عندي اول درج فيه اسمها ايه السلكابيل بتاعتي، عندي 2 سلكابيل، وعندي اسمها ايه عندي 2 سلكابيل بالحاجات بتاعتهم في اول درج، والحاجات دي بتاعت تنظيف العناية الشخصية والحاجات دي والباديكير وكده. تاني درج مليان بقى ايه الضوافر والعلب الضوافر واللزق بتاع الضوافر والحاجات بتاعت اللي ليها علاقة ايه. تالت درج لقيت عندي جهاز التنظيف بتاع البشرة اللي هو ازالة الدهون والكلام ده كله، وعندي جهاز الباديكير. فرحت متنحة كده قلت بنت هو انا ما بعملش باديكير ليه، هو انا ما بعملش رجلي ليه، انا بقى من قبل العيد ما عملتش رجلي. قلت ايه ده يعني انا كنت ناويه اعمله يوم رجلي يوم الوقفه، خلاص بقى نضفنا وظبطنا البيت وبتاع، قلت يوم الوقفه ايه اعمل رجلي وكده. لقيت علي جه فانا ما لحقتش، بس الحمد لله يعني انا الحمد لله على طول بعمل ايدي ضوافر ايدي ضوافر رجلي وبعملها في البيت. انا رحت كوافيرات بعدد شهر راسي ما شفتش كوافير بيعمل باديكير زي ما انا بعمله بجد مش كلام. وعشان تعمليه كما ينبغي ان يكون لازم يكون ب500,000 جنيه. فصراحة لا ما انا ما بعرفش يعني انا عملته تقريبا 2 3 ولما شفت الكوافيرات بتعمله قدامي ما بعرفش احط رجلي في وش حد صراحة. والمرتين اللي عملتهم لا ما كنت متضايقة واشد رجلي ومش عارفة ايه لا يعني بصراحة مش بعرف اعمل باديكير لنفسي. بعمل حاجات ما حدش بيعرف يعملها. فالحمد لله والله عملت برضو ايه طلعت كده العدة، قلت بنت ايه خلصي الاوضه واظبطي الدنيا، عايزه اعمل الريسبشن. قلت كل يوم او كل يوم ويوم نعمل ايه مش ما نضغطش نفسنا، كل يوم ويوم نعمل حاجه جو نار نار. يعني كلمه نار دي شويه بصوا البلكونه الستاره بره ما بتتحركش مفيش هوا والشمس ايه بتقول لنا بصوا تعالوا لما احنا مش عاجبنا حاجه، احنا ولا عاجبنا الشتاء ولا عاجبنا الصيف. فالله المستعان. انا بعشق حاجه اسمها ربيع وخريف صراحه، بموت في الجو ده، جو الربيع والخريف ده بحبهم قوي 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 قوي. بخاف جدا من الشتاء وبتعب قوي في الصيف. كلها ايام ربنا طبعا وكلها يعني سبحان الله كلها من عند ربنا خير، بس وكل حاجة كل جو ليه سبحان الله مزاياه وعيوبه ومميزاته، وسبحان الله ليه اسبابه عند ربنا يعني. فالحمد لله والله الحمد لله. قلت بقى ايه اكنس الارض كده، بكنسها تاني بعد ما بشيل السجاد، يعني بكنس قبل وبعد. عايزه اقول لكم يا بنات جليد ده لسه كنت بقول لمولي دلوقتي عليه وريحته، حتى قلت لكم في الفيديو المشتريات عامل شبه الديتول اللي بالليمون، قوي قوي ريحته قويه جدا جدا جدا. فقلت ان انا ايه ابل بقى الفوطه كده واحط الديتول بدل ما احط في الارض. انا مش عايزه ميه واكب ميه، ما بحبش انا موضوع الميه ويدخل تحت البتاع. انا لو عندي مثلا المكنسه اللي هي بتشفط الميه او اللي هي بتغسل، نفسي اجيبها فعلا. علي قال لي ان شاء الله والله ربنا يفرجها عليا وابقى اجيبها لك. نفسي قوي في اللي هي بتغسل الركن. سبحان الله كان نفسي في جهاز البخار، ولقيت مودي حبيبتي الله يسعد لي قلبها يا رب كانت بعتهولي. نفسي بقى وطلع برضو جهاز بخار تاني، بس والله قلت لعلي قلت له ماليش دعوه. قال لي والله هبعتهولك حاضر ربنا يفرجها وهجيبهولك. في جهاز البخار اللي بيغسل الركن وبيغسل السجاد وكده، وفي المكنسه الكبيره اللي هي بتشفط الميه واللي هي بتغسل السجاد وبتغسل الركن وبتغسل الستاير اي بقعه اي حاجه
وبتغسل المراتب والكلام ده كله. فربنا يفرجها ان شاء الله ان شاء الله، وهجيب لي واحده لان انا محتاجاها فعلا. نفسي اغسل الركنه واغسل السجاد. ممكن بقعه ساعات لوزه يعني، يعني غصبا عنها بترجع بتاع، فحاجه بتتكب منك فبتبقي محتاجه، مش هتغسلي السجاده كامله. فالله المستعان، ربنا يا رب يوسع رزقنا ويفرجها علينا ونجيب كل اللي نفسنا فيه. بس فانا داخله على منعطف تاريخي سعادتكم، فدعواتكم بقى لاختكم ان يعدي اليومين دول على خير، وان السنه الجايه دي تعدي ان شاء الله يا رب. الحمد لله يعني، قدر الله ما شاء فعل في ابني. يمكن كذا حد بيقول لي موني برايفت، لا ما انتي مجربه في ابنك يا جماعه، ملوش علاقه بابني، ملوش علاقه بالبرايفت، ملوش علاقه بالمدرسين. في الاول في الاخر ده نصيب. ثم ان ابني الحمد لله، ولا الحمد مش عايزه اقول كده لان ملك متضايقه من الموضوع ده جدا، انا ابني اتظلم. ولا رحت عملت بتاع ده تصحيح، اعادة تصحيح والله، ولا تظلم، ولا عملت حاجة، لان انا عارفة ان مفيش حاجة بترجع. فهقعد ادور وهقعد اجري وبتاع، فهو نصيب. احنا لما كنا بنصحح كان النماذج بتنزل. زمان كنا نقول ماشي مفيش نماذج بتنزل، ممكن العيل يبقى حالل، انما البابل شيت لا، مفيش في البابل شيت يعني ان هو مثلا انا شك او ان الاجابه تبقى مش منطقيه او مش نموذجيه، ملهاش علاقه. بالعكس احنا كنا مراجعين، وان مازن ابني ده ما كانش المفروض يقل عن 86، فكون ان هو يجيب مثلا حاجه و60، فهو في الاول وفي الاخر نصيب، وده مش نهايه الكون ومش اخر حاجه في الدنيا. ويمكن والله بقول لهم كده، فالله المستعان. وقلت الملك والله، قلت لها يا بنتي مش نهايه الكون، فزي ما تيجي بقى. بس هي سنه صعبه وربنا يسترها. لسه بتقولي طب ايه يعني قلت لها معلش بقى، ربنا يفرجها ان شاء الله يا عالم، يمكن ربنا يفرجها الشهر الجاي، يمكن ربنا يفرجها الشهر اللي وراه، الله اعلم. اخدكم يومين في اي حته. بس يا جماعه اللي مكبوب ده مش عزكم الله، مش ميه باسكت. انا بينزلش عندي ميه باسكت خالص والله، عشان انا عارفه في الكومنتات ايه ده يا مني. دي يا جماعه مره من المرات انا طالعه ببص، يعني من كام يوم كده طالعه ببص، لقيت حد ابن حلال الله يسامحه ويسهل له حاله. بجد مش مسامحه يعني اي حد يعمل كده، لان بجد عيب. لقيت حد شارب كوبايه قهوه كرتون ورميها عندي في الباسكت. فطبعا لما رماها بقيه القهوه اتكبت، وبقيه الطفل مكبوب في الباسكت، وبقيه الكوبايه مش عارفه يعني، هو لو باسكت في الشارع مش هيعمل كده. معرفش، منتهى قله الذوق ومنتهى قله الادب ومنتهى قله الاحترام ان حد يعمل حركه زي دي بجد على باب شقه حد، يعني بجد. فانا مش مسامحه. انا الباسكت كان زي الفل والله العظيم ما في حاجه. يعني انا بحط كيس تحت الكيس، انتوا فاهمين يعني، بحط كيس البسه للباسكت، وبعد كده بحط بقى الكيس بتاعي في الاخر اليوم بروح حاطه فوق جوه الباسكت. انتوا فاهميني؟ ما عنديش ميه، ما عنديش الكلام ده، لان لما حتى بيبقى في حاجه ممكن تكون بتنزل ميه بحطها جوه 10 كيس، مش هقول لكم كيسين ولا 3. فكون ان انا الاقي حد كابب قهوه او كابب رامي كوبايه فيها قهوه، فبجد انا مش مسامحه. المهم دخلت بقى الباسكت من على البيت، كان بقالي فتره يعني، بقالي كذا يوم عايزه اعمله، وكل شويه مش عارفه كسلانه ليه. بغسل البلاستيكات بتاعت الشقه كلها والباسكت كلها، وباجي على ده بنسى. يعني هو نظيف، بس لما اتكب فيه القهوه بقى قلت لا. وبعدين لقيته مكبوب فوق ومكبوب جوه ومكبوب. فطب ليه يعني، ليه نأذي بعض يعني؟ هي مش ناقصه اذيه والله، هو الواحد جاب اخره اساسا، فهي مش ناقصه والله. المهم بقى جيت لحد هنا، وعايزه اقول لكم ان انا زعلت قوي. حتى كانت مولي بتكلمني امل، قلت لها اموله بصي خليكي معايا تونسيني. عايزه اقول لكم بتكلمني على التليفون التاني على الماسنجر وانا بغسل السجاد. خلاص بدل ما ادوس اون دوست اوف يعني بدل ما ادوس ان انا اصور السجاد وانا بغسله. عايزه اقول لكم طلع عيني. قلت لها يا لهوي، لو انا اعرف ان هو ما كانش بيصور ما كنتش يعني، حتى على الاقل كنت يعني خفيت الطرحه ولبسي شويه. بس عايزه اقول لكم حطيت كده وربسه ونزلته بقى في الارض وبالمكنسه وبالمساحه، والله العظيم بصوا خليت الارض زي الفل، وغسلت معاكم والارض بتاعت الحمام كل ده ما كنتش بصور. الحمد لله على كل حال. بصوا بقى انا جيت في الاخر قلت بت ايه، احط رجلي في شويه ميه بعد ما خلصت وظبطت الدنيا. قلت احط بقى كده، ده الملح ده اللي كنت جايباه معاكم. عايزه اقول لكم البرطمان ده كله كان ب20 جنيه، حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هو بيعمل ايه، بيعمل ازاله الجلد الميت، وريحته حلوه جدا. وفي نفس الوقت خشن، يعني بينزل اي حاجه في رجليكي.
والله العظيم ولقيت رجليا زي الفل، الحمد لله الحمد لله. ما طلع يعني مش زي كل مره. يعني الفتره اللي فاتت كنت مع النقل والكلام من ده، كنت كل ما اعملها لا احس ان كان فيها يعني، انما المره دي لا. بس ده كان فيديو النهارده، استنوني بقى في فيديو جديد، وبسلامه الله يا حبايبي، مع الف سلامه.